السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الشركة يا شيخنا التي تأخذ مقابل لإدارة الجمعية تأخذ نسب متفاوتة، ليست نفس النسبة، ليست نسب ثابتة. أيوة عارف إنهم يعطون، وذلك طبقا لأن المستفيد الأول يكون أصابه فائدة لا أكثر من يجوز، الأخير، لا هي يجوز، تأخذ من الجميع. لا يجوز. طب سؤال آخر يا مولانا. اتفضل. أعمل من الساعة 10 مساء إلى 7 صباحا، وأنام عن الصلوات، فعندما أستيقظ بصلي الخمس صلوات، الأربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. حرام. هل أنا مرتكب كبيرة؟ والله إذا كنت تتعمد الإهمال مرتكب كبائر ليس كبيرة. أما إذا كنت دوامي يبدأ 10 مساء إلى 7 صباحا، طيب تكون نائما. ما المانع أن تصلي؟ ما المانع أن تصلي الفجر؟ نعم أصلي الفجر، أصلي الفجر وبعد في العمل. ما المانع أن تصلي؟ وأذهب إلى النوم في 10 صباحا. إلى متى تنام؟ أنام 10 صباحا، أنام إلى 7 أو 8. لا لازم تصحى تصلي الظهر والعصر، مش عادة كده، ما تكونش عادة. ايه يا عبد الرحمن هذا الوش؟ عنده والله. عنده هو؟ عنده. ماشي. السلام عليكم. ايوه السلام. السلام عليكم، اتفضل. لو سمحت يا شيخ، لو شخص خطب واحدة ففي فترة الخطوبة دي هل يجوز ان هو يشوفها في الفترة دي حتى لو هو حصل قبول؟ لا إذا حب أن يتأكد من شكلها، لا يعني أو ذهب زيارة على مدد، يزورها عشان يتعرف على، هو يزورها مع ما في خلوة مع أهلها، يعني يجوز ان هو يزورها في بين مدد متفاوتة، لكن الإطالة والجلوس ممكن يؤدي إلى مفاسد. أقول بيبو، وهذا بيبو رجل ولا امرأة، على صح الصلاة في كل من طويل واسع إذا نظرت بداخله أرى يدي، يعني ما تجلس بيبو لا توسوس الله يغفر لك. أقول لك النت ضعيف قليل، ماشي، هذا الكلام صح ولا غلط؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب عايز أسأل حضرتك بعض الأسئلة الخاصة. اتفضل. هل لك رقم خاص أكلمك عليه؟ خذ 01000. 01000. أيوه. 5 3 3 اللي هو 5 3 اللي هو 5 3 3 8 3. أيوه نعم. أيوه نعم. أيوه بس رسالة، أرسل رسالة، أرسل رسالة نصير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخنا، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله طيب. ربنا يمدك بالصحة والعافية يا رب. يا رب وإياكم. اللهم امين يا شيخ. معلش يا شيخ، بس انا عندي استفسار. يعني انا دلوقتي برجع من الشغل متأخر، تمام؟ وبرجع ببقى تعبان جدا، يعني لان طول اليوم شغل، فبنام وعلى قد ما استطعت بصحى على صلاة الفجر، ولكن ما بقدرش انزل اصلي في المسجد، فبصلي في البيت، ولكن ببقى يعني شبه يعني ان انا تعبان جدا جدا جدا، انا بقرأ بالعافية. انزل المسجد، وطن نفسك على النزول للمسجد ولن تخزل. إذا استعنت بالله لن تخزل بإذن الله، سيعينك الله. طيب. الصلاة صحيحة يا أخت بيمو. يقول هل هناك فرق بين أن تقول الحديث صحيح لا ضعيف عفوا أو لا يصح، أو كيف تعرفون أن لفظة معينة مثل الحديث معلولة؟ بنجمع طرق الحديث يا أسامة، يعني مثلا نجمع كل طرق الحديث، نخرج الحديث من كل مصادره وننظر في المتون، في متن تكون زي في كلام الرسول، في كلمة زائدة نعرف أنها زائدة بمخالفتها لسائر الطرق. هذا علم يا أسامة اسمه علم العلل، انظروا يا بني ستستفيد. السلام عليكم. حسن الحسيني مدرس محترف متوحد. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، ها. كان عندي سؤال في الميراث، ممكن حضرتك ترد عليا بعد المس؟ بعد الدرس؟ بعد البث الخاص يعني، عشان إن شاء الله، الله المستعان. نعم. هل ابن عمر كان يأخذ ما زاد على القبضة في المناسك؟ بصفة عامة. بارك الله فيكم. معلش يا محمود أنا أسجل رقم وأحضره إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احبك في الله يا شيخ مصطفى. انا أحبك الله. شاب الحمد لله. الله يسعدك. انا شاب الحمد لله، ربنا هداني ونفسي اعمل حاجه ابتدي بيها ان انا اساعد في نهضه الامه. وانا شايف ان يعني من اللي انا اتعلمته من القران والسنه ان احنا لازم ننشر العلم. طيب فحضرتك تنصحني بايه؟ انا انصح يعني بالنسبه لموضوع المساكنه، لو قريتوا الكتب يعني اللي حضرتك ذكرته من شويه، لو قروا الكتب الاجنبيه هيعرفوا انها كلها خداع وكلها من خطوات الشيطان، وكل ده مفاسد اتسلطت علينا. أنت عفوا أنا لا أوافقك على هذا المحتوى. أنت رفيق بهم. هؤلاء كفرة، هؤلاء كفار. هو يقول أنه يرفض اللي في القرآن الكريم ويقر الديمقراطية ويقر الحداثة ويقر التقدم، ولم يصرح بلفظ القرآن الكريم. دي خطوات الشيطان يعني. طبعا صدقت، هي خطوات الشيطان، بس أنت مرفق في الأسلوب. هؤلاء أهل إجرام، هؤلاء أهل إجرام يسعون بالفساد في الأرض. يعني كيف يعني واحد مثلا مش أقول مسلم، واحد عاقل، واحد يهودي، واحد نصراني، يسمح لابنته أن تنام مع شخص شهرين قبل الزواج للاختبار؟ لا إسلام يقر، ولا يهودية تقر، ولا نصرانية تقر، ولا عرف يقر، ولا خلق يقر. كان عندنا في ديننا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. إياكم والدخول على النساء. قيل أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. عندنا في كتاب الله إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. عندنا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. عندنا رجم الزاني في كتاب الله سبحانه وتعالى. عندنا لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. نصوص متعددة عياذا بالله. هؤلاء المفترض أن الدولة المسلمة تقتلهم، تقيم عليهم حد الحرابة. المفروض أن هؤلاء المجرم أهل الإجرام هؤلاء لا تتلطف معهم، ولا المفروض أن الدولة المسلمة تقيم عليهم حد الحرابة والإفساد في الأرض. لا خلق ولا دين ولا حياء ولا أي شيء. السائل يسأله هل ترضى لابنتك أن تنام مع شخص شهرين أو 3 أشهر ويستمتع بها ثم يقول لها امشي؟ قال أنا أرضى، ما في مانع. ماذا ستقول لمثل هذا المجرم؟ يعني ماذا ستقول له؟ وواحد آخر شيء بالشيء يذكر، دعوات تقوم الآن يقولون المصريون ليسوا بعرب، ويريدون يقول اللغة العربية ليست لغتنا، ويحتجون بأنهم من أتباع فرعون. نسأل الله أن يحشر من يقول هذا مع فرعون الذي يحبه.